كم وصل العبد بأمه. أمك أمك أمك، يلي هاجر أمك، يلي مزعل أمك، يلي مفضل زوجتك على أمك، يلي ما بتتصلش وتطمن على أمك، يلي رامي أمك في دار مسنين، يلي رامي أمك في دار عجزة، يلي رامي أمك عند أختها، رامي أمك عند بنتها. أنت أحق بأمك. أمك والله لن تدخل الجنة إلا بطاعة الأم. هكذا أخبرنا النبي. كل أعمالك، كل أحوالك، كل طاعتك وعبادتك متوقفة على برك لوالديك وخصوصا أمك. ما توحد الملك. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. تخيل الثلاث أصناف دول ما بيتقبلش منهم أي حاجة، لا فرض ولا نفل. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي لا فريضة ولا نافلة. قال: على رأسهم العاق لوالديه، ما بيتقبلش منه أي عمل. العقل أبوه أمه، اللي هاجر أمه، اللي مزعل أمه. كل صلاتك وكل عبادتك وصيامك وقراءتك للقرآن وأي نوافل بتعملها متوقفة على رضا أمك. ده احنا بقينا نسمع مهازل. والله الأم اللي بتقابلني وتقول لي: يا ابني بيضربني، واللي بتتصل بيا تقول لي: ابني بقاله 6 شهور ما بيسألش عليا، واللي بتتصل تقول لي ان ابني ضربني بسبب زوجته، والتانية تتصل تقول لي: انا قاعدة عند اختي عشان ابني طاردني من بيتي عشان يرضي زوجته. كل يوم مكالمات، كل يوم اهات واوجاع، والناس بتسأل: ليه البلاء زاد؟ ليه الغلاء زاد؟ ليه الوباء نزل علينا؟ ما هو من ذنوبنا. امك دي لو قعدت طول عمرك عشان تقضي حقها والله ما هتقدر توفي حقها.